السلام عليكم. عامل ايه يا صديقي؟ النهارده هنتكلم عن ارسنال وممكن حياة المجد بعد ما تسيب فريق ترجع له تاني. في شمال لندن كان في مدفع كان معروف في اوروبا كلها بصوته وبضربته، بس جت عليه فترة المدفع ده سكت، مبقاش مسموع له صوت، لدرجة ان الناس افتكرت ان المدفع ده صدى بقى، الصدى اكل الحديد بتاعه. بس النهارده ارسنال ما بيلعبش بس عشان خاطر الدوري، أرسنال بيلعب عشان يرجع اللي كان بيحصل واللي ضاع منه بعد 2004، موسم اللا هزيمة، رهان مجنون وموسم أجن منه. أرسن فينجر طلع بأصعب تصريح ممكن تسمعه ودنك في دوري زي الدوري الإنجليزي. قال لك إيه؟ قال لك إحنا نقدر ننهي الموسم ده من غير ولا هزيمة واحدة. طبعا الكل وقتها اتريق عليه، مفيش منه الكلام ده وبتاع. وقد كان في موسم 2003 أرسنال فشل إنه يحقق الكلام ده، بس دخل موسم 2004 وهما مصممين يثبتوا ان هم على حق. دخل الموسم بتشكيلة اقل ما يقال عنها انها دريم تيم، حارس مجنون، وكان اول موسم له بعد ديفيد سيمان. يانز ليمان حارس مجنون، وكان اول موسم مع ارسنال في السنة دي. الحارس يانز ليمان كان بيضيف طابع شرس وشخصية قيادية مرعبة. عندك واحد، الخاين سول كامبل، بعد ما جه من العدو اللدود توتنهام عشان يعمل تاريخ مع أرسنال. وعندك خط النص اللي بقى مدافع توري، أظهرة بيطيروا حرفيا على أجنحة، أشلي كول ولوران. أرسنال وقتها كان بيلعب بكرة قدم سابقة عصرها. خط نص لو راجل عدي منهم باتريك فييرا وجيلبرتو سيلفا، حيطة في نص الملعب مش خط نص. عندك قدام كتيبة هجوم تقفل لك حرب مش ماتش كورة. عندك أجنحة زي بيريز وفريدريك ليونبرج، اللي في موسم ده لوحده سجل 14 هدف وصنع 9 هو جناح. عندك في راس الحربة فضائي اسمه تيري هنري، ومدفع اسمه بيركم. هنري الموسم ده مسجل 30 هدف وحده وواخد الحذاء الذهبي. الراجل ده كان مرعب لأي دفاع. المهندس بيركم اللي بيرسم التمريرات اللي محدش بيشوفها غيره. شفت السكواد ده كان هيخسر، بخلي السكواد ده كان هيخسر موسم الهزيمة، كان هيضيع في لحظة. في الدقيقة 90 فان نيستلروي واقف وهو بيستعد عشان يشوط ضربة الجزاء، وهوب الكرة جت في العرض. شجع الأرسنال ما تقدرش تنسى فرحة مارتن كيون وهو بيحتفل في وش فان نيستلروي. مباراة ليفربول، أرسنال كان متأخر ساعتها 2-1 والوضع بدأ يتوتر لحد ما دخل الغزال وجاب هاتريك عشان يقلب النتيجة ل4-2 لأرسنال. إحصائيات الموسم ده كانت مرعبة: 38 مباراة، 26 فوز و12 تعادل ولا هزيمة. أقوى هجوم ب73 جون، وأقوى دفاع ما استقبلش غير 26 جون بس في الموسم كله. تخيل إن الدوري وقتها صنع نسخة مخصوص من الدرع وكانت ذهبية لأرسنال، وهي النسخة الوحيدة في العالم اللي لونها ذهبي. والموسم اللا هزيمة ما انتهاش بانتهاء الموسم، لأ، اللا هزيمة كملت لحد 49 مباراة، لحد مباراة البيتزا الشهيرة بتاعت السير أليكس. بيقولوا ظلم تحكيمي واضح، وكان في ضجة إعلامية كبيرة في وقتها. المباراة دي كانت مع مانشستر يونايتد في 2004. أرسنال ما كانش بس بيكسب، أرسنال كان وقتها بيقدم فن. هنري بيمر في لمحة، بيركام بيستلم في لمسة، وأرسن فينجر واقف ببدلته عارف إنه صنع فريق مش هيتكرر تاني في تاريخ إنجلترا. وبمناسبة أرسن فينجر مسك النادي 1996، فضل مع النادي 22 سنة لحد 2018. الموضوع كان فيه تفاصيل وكواليس كتيرة، وعلى الرغم من أرسن فينجر كان دايما بيقول إنه مش من النوع اللي بيمشي قبل نهاية عقده، بس بس الكل متحير، هي دي كانت إقالة ولا استقالة؟ على الرغم من إن البيان الرسمي من النادي كان على اتفاق متبادل، يعني كان في اتفاق متبادل ما بين الاتنين، بس صحيفة زي صحيفة ذا صن وقتها وتصريحات الأسطورة إيان رايت أكدت إن فينجر أجبر على الاستقالة. إدارة النادي وقتها بقيادة ستان كرونكي حسوا إن الفريق وقتها محتاج دم جديد بعد تراجع النتائج والفشل في التأهل لدوري الأبطال موسمين ورا بعض. فينجر كان متبقي في عقده وقتها سنة، بس الضغوطات والجمهور والحملات اللي كانت معمولة عليه وصمت الإدارة خلوه يحس إنه خلاص الوقت خلص. أرسن فينجر وقتها عشان يمشي وهو رافع راسه أخد تعويض مالي ب11 مليون جنيه استرليني، وهي قيمة السنة الأخيرة اللي ما كملهاش. وأسباب رحيله هنا كانت النتائج المحلية السيئة، الغياب المتكرر عن الأبطال،
وانقسام المدرجات اللي خلق جو سلبي وضغط على اللعيبة. يوم الوداع، اليوم اللي أرسنال فيه كان بيلعب بيرنلي وكسب 5-0، الأجواء كانت عاطفية جدا، نفس الجماهير اللي كانت بتطالب برحيله كانت نفس الجماهير اللي كانت عمالة تعيط عليه. تم تكريمه وقتها بكأس البريمير ليج الذهبي لإنجازه في موسم اللا هزيمة، وفي كلماته الأخيرة ركز فيها على قيم النادي وطلب من الجماهير إنهم يدعموا اللعيبة والمدرب الجديد. باختصار، فينجر مشي وهو حاسس بمرارة إنه ما كملش مشروعه للآخر، بس هو ساب النادي وهو أيقونة فعلا. وفي النهاية أرسن فينجر أخد مع الفريق 3 دوري و7 كأس إنجلترا، وغير هوية النادي بالكامل، وكان واحد من أعظم مدربين البريمير ليج في التاريخ. بعد ما أرسن فينجر مشي، هنا بدأت المشاكل الكبيرة تحصل. دي كانت نهاية حقبة الأمان بالنسبة لأرسنال فعلا، واللي زاد الطين بلة إنهم قرروا ينقلوا من ملعب هايبر التاريخي لملعب الإمارات. والنقلة دي خلت النادي مديون لدرجة إنه كان بيبيع اللعيبة بتاعته ونجومه سيسك فابريجاز وفان بيرسي وغيرهم عشان يسدد الديون دي. يعني يا اخوات، حولنا من الانفينسيبلز لفريق بيدور ازاي يوصل للمركز الرابع عشان يبقى في دوري الابطال الموسم اللي جاي. الموضوع طبعا ما كانش ساب كده بس، لا خالص. بعد ارسن فينجر جه عمك اوناي امري، فتره مليانه بالتحديات والتقلبات. المطلوب انه كان يبقى خلافه كبيره وعظيمه لارسن فينجر، بس الموضوع انتهى نهايه دراميه. تمام. وصل امري في مايو 2018. بدايته كانت صعبه شويه بخسارتين من مان سيتي وتشيلسي، بس بعدها الفريق عمل سلسلة حلوة من عدم الخسارة، وصلت ل22 مباراة في كل المسابقات، وده اللي خلى الجمهور يتفائل ويفتكر ان هوية ارسنال رجعت. اسلوب امري كان معتمد يا صديقي على البناء من الخلف والضغط العالي، وده اللي خلى حارس زي لينو يظهر على بيتر تشيك، وده برضو اللي خلى الثنائي اوباميانج ولاكازيت يبقى القوة الحقيقية للفريق. الموسم الأول كان ممكن ينتهي نهاية لطيفة بل ويبقى موسم مبهر، بس انتهى بكارثة كبيرة. أرسنال يخسر نقط سهلة قوي من فرق على الله حكايتها زي كريستال بالاس وبرايتون، وفشلوا إنه يبقى في دوري الأبطال بفارق نقطة واحدة. ده غير خسارة نهاية الدوري الأوروبي من تشيلسي ب4 أهداف كاملين مقابل هدف واحد، ودي اللي قتلت إمري هو ومشروعه، ووظت الثقة بينه وبين الإدارة واللعيبة والجمهور. الموسم التاني مختلفش كتير عن الموسم الأول، بداية بصعوبة في التواصل، تقارير كتير عن إن اللعيبة مبقتش فاهمة تعليمات إمري، والجملة الشهيرة جود ايبنينج أصبحت مادة للتريقة بدل ما تبقى علامة مميزة. ده غير مشكلة شاكا وتغييره قدام كريستال بالاس اللي عمل مشاكل في أوضة اللبس، والنتائج اللي كانت وحشة جدا، 7 مباريات من غير فوز، ودي كانت أسوأ سلسلة لأرسنال من 1992. إمري ما قعدش كتير، هما كلهم 18 شهر وبعدها أقلوه. الحسنة الوحيدة إن هو جاب لهم جابرييل مارتينيلي للفريق وكام واحد زي نيكولاس بيبي وتريني، وهو اللي ادى الفرصة لساكا. بالاختصار، أرسنال كان أكبر بكتير بضغوطاته ومشاكله من إمري. بعدها يجي المعلم وعم كل أرسنالي اللي ماسك الدفة لحد دلوقتي وبيسوق السفينة بتاعة أرسنال، أرتيتا. مساعد مدرب، استلم الفريق وهو في المركز العاشر في أول موسم له، قدر ياخد الاف اي كاب بعد ما تخطى السيتي وتشيلسي، وده ادى شوية ثقة كده بينه وبين الجمهور. اسلوب ارتيتا في انه يفرض قواعد وقوانين غير قابلة للنقاش، اللي هو اعمل ده وانت ساكت، خلى نجوم زي اوزيل وباميانج يتصدموا ويعملوا مشاكل، وده ادى في الاخر لرحيل الثنائي. وده خلى ارتيتا يفرض سيطرته الكاملة على غرفة الملابس. طبعا صعوبات في البداية زي انك تنهي الدوري في المركز الثامن، بس كله واقف في ظهره. اعتمد ارتيتا بشكل اساسي على الشباب، ساكا ومارتينيلي، وجاب اوديجارد ورامسديل وبن وايت، ناس جعانة للبطولات، لعيبة بتدور على انجازات مش مجرد موظفين وبياخدوا فلوس. موسم 22-21 ارسنال كان قريب قوي انه يدخل الابطال، بس خسر التأهل من المركز الرابع لصالح توتنهام. وعلى الرغم من ده كان واضح ان شكل الفريق بدأ يتغير. وفي موسم 22-24 ارسنال يتحول من فريق بيحاول ياخد مركز رابع لفريق بيدور على الستارة. جبنا جيسوس وزينشينكو من مان سيتي، وده نقل الفريق لمرحلة تانية من الخبرة والتعامل. وفي موسم 22-23 أرسنال كان متصدر الدوري لأكتر من 240 يوم، لكن نفس المان سيتي الطويل حسم اللقب في الآخر. الموسم اللي بعده جه رمانة الميزان أبو 100 مليون استرليني، الراجل اللي ظبط نص ملعب ودفاع أرسنال، ديكلان رايس من أستون فيلا، وكمان ديفيد رايا صخرة الحراسة. حرفيا خلى أرسنال عنده أقوى خط دفاع في الدوري كله، منافسة شرسة على اللقب. وفي النهاية أهم الحاجات اللي عملها أرتيتا إنه عاد الهيبة لأرسنال. أرسنال بقى فريق تخاف تواجهه أو تدخل مباراة ضده، وشفنا بيوقع كتير من الكبار زي ريال مدريد وغيره. طور لعيبة كتير واداهم مساحة لأنهم يوروا نفسهم للعالم، ارتبط بجمهور الجانرز أكتر. أرتيتا يا صديقي أثبت إنه تلميذ بيب جوارديولا النجيب،
بيلعب كرة قدم حديثة بتعتمد على الضغط العالي والسيطرة بس بأسلوب دفاعي قوي جدا. وأدينا اهو في موسم مستنين ايه اللي هيحصل. يا ترى ارتيتا أخيرا هيقدر يرجع الدوري، ولا السيتي هيعملها زي كل مرة ويعكنن عليهم؟ ويا عالم يمكن في نهاية الموسم نلاقي أرسنال مع دوري إنجليزي ودوري أبطال الاتنين مع بعض. ولو أنا يا صديقي تنتهي حلقتنا عن أرسنال. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم. لو عجبتكم الحلقة ما تنساش تدينا لايك وتعمل سبسكرايب وتدعمنا كده، بنحاول نكبر بيكو والله. ولو هغلس يعني تشوف الفيديوهات اللي في الشانل سريعا كده يعني، وما تنساش تصلي على النبي وتوحد الله. ومع السلامة.